بتدوس فرامل فبتحس برعشه في الطاره وانت ماشي. تعال اقول لك ايه السبب. تعال. لما تكون ماشي بالعربيه وتدوس فرامل فتلاقي رعشه شديده جدا في الطاره. ده معناه ايه؟ ده معناه ان طنابير العربيه فيها عالي وواطي، فلازم تروح ساعتها الفني عشان يفحصها، واللي في الغالب هيقول لك يا اما نغير الطنابير يا اما يقول لك نمسها. وانا ما انصحش بمس الطنابير او خرطها عند الخراط عشان ده حل مش جذري، ده مجرد مسكن. بس انت لو الدنيا معاك مأزمه شويه ومزنقه ساعتها مش هيكون قدامك غير ان انت تخرط الطنابير. بس ساعتها شوف حد كويس مضمون هو اللي يخرط لك الطنابير عشان تعيش معاك وقت شويه لغايه ما يكون معاك فلوس، وقتها لازم تغير الطنابير ما تاجلهاش تاني. وانا كريم من قناه كيمو كارز بقدم محتوى عن السيارات، ودي كانت معلومه على الماشي من سلسله فيديوهاتنا القصيره. يا ريت تتابعونا عشان ما يفوتكوش كل جديد. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش اي استفسارات سيبوها تحت في كومنت وهرد عليكم بنفسي. سلام. بتدوس فرامل فبتحس برعشه في الطاره وانت ماشي. تعال اقول لك